اللهم صيبا نافعا. طبعا حضراتكم متابعين اجواء اسكندريه اللي اتغيرت فجاه امبارح. الجو طبعا كان بدايه اليوم الجو اتحول من جو كويس جدا لرياح قويه، والجو كان ساقع بالليل. النهارده بقى الصبح صحينا زي ما حضراتكم شايفين امطار متواصله طبعا على جميع انحاء اسكندريه. الجو فعليا اتغير بقى وبنعيش اجواء اوروبيه. ايه اللي بيحصل في اسكندريه هنتابع النهارده في خلال الفيديوهات. نوة الفيضة الكبرى تبدأ في الاسكندرية. تابعوا معانا النهارده شوية فيديوهات كده عن الامطار. زي ما حضراتكم شايفين الامطار متواصلة من الصبح. طبعا لو متابعين كلكم بقى طبعا اجواء اسكندرية. كمان ده ترام الرمل اثناء الامطار بقى، وحاجة شكلها جميل جدا كده وهو معدي. ولكن انا استغربت المنظر اللي شفته في ظهر الترام. لقيت شباب كتير جدا متعلقين في الترام من ورا، فالموضوع ده خطير جدا جدا جدا. وان شاء الله نبقى نعمل حلقات خاصة بالموضوع ده، بموضوع التسطح على اسطح القطارات واسطح ترام الرمل زي ما حضراتكم شفتوا. اللهم صيبا نافعا يا رب. الخير لينا ولبلدنا وكل حاجة حلوة لبلدنا. اجواء ممطرة جميلة جدا جدا. نتمنى بقى ان الايام دي تفضل جميلة كده معانا على طول. هنفضل متابعين مع حضراتكم بقى امطار متواصلة على اسكندرية. المتوقع طبعا ان الموضوع هيستمر معانا من يومين ل3، ولكن بسبب بقى التغيرات المناخية. بصوا يا جماعة كده احنا قلبنا جبنا اتجاه البحر. شايفين كده لو ركزتوا معايا هتلاقوا فيه غيوم. الغيوم قوي جدا جدا جدا. وده بيدل على ايه؟ ده بيدل ان احنا لسه عندنا كميات كبيرة جدا من الامطار لسه هتنزل على اسكندرية في الايام وفي الاوقات الساعات كمان اللي جاية. فنتمنى من الله عز وجل ربنا يسلمنا ويحفظ اسكندرية من كل مكروه. طبعا لو طلعنا بقى اتجاه البحر دلوقتي الامطار متواصلة. كمان ضيف على كده بقى هتلاقي ارتفاع كبير جدا للامواج. كل ده هنتابعه وهنعرفه مع بعض في خلال الفيديوهات. اوعى تنسى الاشتراك وتفعل الجرس على الكل ده لو حابب تعرف اخبار اسكندرية لحظة بلحظة. امطار اسكندرية نوة الفيضة الكبرى ثالث النوات بعد نوة الفيضة الصغرى بعد نوة اعياد الميلاد. خلي بالكم من نفسكم، الجو ساقع جدا. كملوا معانا باقي الفيديوهات، لسه فيديوهاتنا ما خلصتش.